عارفك قلتي اويلي عاوتاني الفقصه ملي سمعتي امرابط راجع للماتش الجاي، ولكن حبس قبل ما تحكم خليني نقول لك علاش رجوع هذا المقاتل هو احسن خبر تقدر تسمعه دابا. حنا مقبلين على ماتشات حاسمة والخصوم اللي جايين ماشي ساهلين. هاد المنتخبات كيعتمدوا على الضغط العالي والهجوم الشرس، وهنا فين كتبان القيمة الحقيقية ديال برابط. هو ماشي صانع ألعاب باش نتسناوه يماركي، هو الميزان ديال الفرقة، هو اللي كيهرس الهجمات ديال الخصم قبل ما توصل للدفاع، وبلا بيه وسط الميدان ديالنا كيولي بحال شي اوطوروت محلول. والناس اللي تينتقدوا امرابط حيت ما كيعطيش باساج حاسمه راه غالطين في الفهم ديال الدور ديالو. امرابط هو اللي كيخلي اللعابه بحال اوناحي وزياش وابراهيم دياز يرتاحوا من المهام الدفاعيه ويركزوا في الهجوم. هو اللي كيضحي وكيجري في كل بلاصه باش يغطي عليهم. يعني باش الهجوم يخدم خاص اللي يهز تقلور، وهذا الشيء اللي كيديروا سفيان بامتياز. وملي كنلعبوا ضد منتخبات قويه بدنيا ما كاينش شي حد في المنتخب كيقدر يربح الثنائيات ويحط رجلو قاصحه بحال امرابط. الغياب ديالو في ماتش زامبيا واخا ربحنا راه بان الفرق في الالتحامات البدنيه. الماتش الجاي غادي نكونوا محتاجين لذاك الوحش اللي ما كيخافش واللي كيعطي التوازن للفرقه كامله، خصوصا الا لعبنا بخطه دفاعيه وكنعتمدوا على الهجمات المرتده. في الاخر بغيت نقول لك باللي امرابط هو داك الجندي اللي كياكل العصا في الخفاء باش النجوم ديالنا يبقاو كيلمعوا في الواجهه. يقدر ما يكونش هو النجم اللي كيخطف الاضواء، ولكن بلا بيه المنظومه كلها تقدر تريب. إلا كنتي متفق باللي الأسد أمرابط ضروري يكون في التشكيلة، خلي لنا لايك وكتب لنا في الكومنتار رأيك في الدور ديالو، وما تنساش تبارطاجي الفيديو باش كلشي يفهم القيمة ديال هاد اللاعب ديما مغرب.